في جمله على الان بزورنا نحن كنا بالجنوب كيف الى قلب الحكومه حضرتك وزير الحكومه مضت على اتفاق قتلنا، مضت على اتفاق قتلنا. يعني امبارح في مثل صار امبارح، وامبارح هذا المثل صار طازه. في تعمد العدو الاسرائيلي على احراق حرش الزيتون اللي هو حرش مرنطانس، هو حرش مسيحي يا اخي، اذا بنحكي مسيحيه وشيعه واسلام. هذا الحرش اللي بيمتد من عليه الطائر بيوصل على شارع المصطفى. تعمد امبارح خلال 3 مسيرات ليحرق. من امبارح العصر نحن وصلنا لقياده الجيش بمطالبه انه طلعوا اليات لنقدر نطفي. مع المخابرات بالنبطيه مشكورين على الجيش والنبطيه عم يشتغلوا شغل على عين وراس. وصلنا لقياده الجيش، الكلمه الوحيده ما في موافقه، ما فينا نعمل شيء. هلا من ساعه انا كنت فوق وصل الجيش مع الهيئه الصحيه وبعثنا كشاف الرساله والدفاع المدني لقدرنا نحصر النار، ما قدرنا نطفيها. هيدي السلطه برجع بقول عبر حضرتك هيدي رساله للحكومه. هيدي السلطه اللي مش قادره تمون على شريكها بالاتفاق العدو الاسرائيلي انه نقيم شهداء من نبيل الفوقع لحد هلا بعد نبيل الفوقع غير محتله. نبيل الفوقع المفروض الدوله هلا بهالدقيقه تطلع تنشر كل عناصرها فيها، مثل الغربيه نفس الشيء. بس اذا بيطلع الجيش فوق بيطلع خيفان لانه ما في قرار سياسي. هذا القرار السياسي اللي عم ندور عليه. فهيدي السلطه اذا هي وشريكها بالاتفاق مش قادره تمون عليه لشريكها بالاتفاق انه نطفي نار بمنطقه الاسرائيلي ما بيحلم يدعس فيها، باكد ما بيحلم يدعس فيها، من علي الطار للفوقه للزوامر ما بيحلم يدعس فيها. رغم هذا كله ما بتقدر تمون. عندنا شهداء بعدهم بقلب الفوقه، شهداء بعدهم تحت الدمار لحد هلا ما في موافقه نطلع نشيلهم. في شغله بس ثانيه بالحكومه للاسف ما بيعرفوا لا جغرافيا ولا تاريخ. هلا يمكن تنتقدوني على الحكي، ما بيعرفوا الطريق على زوطر كيف بتمر، الطريق على زوطر بتمر لما بتتفوق. اذا زوطر منطقه تجريبيه منين بنزلها بالباراشوت؟ انا ما بنزلها بالباراشوت. ما بيعرفوا تاريخ انه جبل عامل لا يقهر، ما بيعرفوا تاريخ انه المقاومه مش حزب الله. سعاده النائب بحال واقف حتى هو مقاومه، سعاده النائب مقاومه، رئيس خالد مقاومه، نحن كلنا مقاومه. مش حزب الله رحمه، بس نحن بنخلق بعادتنا مقاومه لسوء الحظ بانه في عدو غدار وقف حدنا وهو كان الحدود الجنوبيه للبنان. لو كنا نحن قاعدين بجوني ما كنا هالقد انفعلنا وبدنا نحارب، نحن ما بنحبش نحارب بس عدونا بوجهنا كان. بس لو كنا بجوني قاعدين كنا ساعدنا اهل الجنوب اللي كانوا يمكن مسيحيه لا يحرروا ارضهم. بس ثقه بس احنا قاعدين هون، فنحن بس بنحب نقول للحكومه انه القرار اللي اخذتوه باذار هذا والله العظيم هذا كان امتداد لسلسله من القرارات الموجهه لمركب العدو الاسرائيلي، هن اللي موجهينها. اذا بتلاقوا التسلسل التاريخي للاحداث اللي صارت من اذار لهلا وصلتنا لهون، ولو ما المقدمات اللي صارت قبل ما كنا وصلنا لهون. نحن بنطلب شغله وحده، الاتفاق صار، اتفاق غير دستوري. انا بسال حضرتك انت حضرتك بالحكومه، انا متاكد انت ما شفتوا للاتفاق، انا متاكد. ولو شفتوا للاتفاق اكيد انتم اهل صيدا واهل الجنوب واي وزير بالمنطقه ما بيرضى بهذا الاتفاق. بس الاتفاق تم بين سلطه اللي هي في رئيس جمهوريه لا يملك صلاحيات، عنده صلاحيه وحيده هو يمضي على الاتفاقيات بالتفاوض المبدئي. بس الدستور بيقول رجعوا للحكومه توافق عليه ما رجع على الحكومه. نحن هلا بلشنا تنفيذ بالاتفاق، اتفاق الاطار عم يتنفذ، الاسرائيلي عم ينفذ. يا عمي هالحكومه وينها؟ هالحكومه وينها؟ طلعت عطوا راي بوصول الاتفاق، ما اعطيتوا راي.